على كورنيش اسطنبول. تعالى اوريكم كورنيش اسطنبول شكله ايه. أول ما توصل كورنيش اسطنبول هتحس بشكل لا إرادي كده إنك عايز تعيط، وده لأنك هتحس بشكل لا إرادي برضو إنهم ناقصهم كتير قوي عشان يتطوروا ويبقوا زينا. مساء الخير. تيجي هنا اسطنبول توصل لحد الكورنيش، تتفرج على الكورنيش بعمق، وبعدين أول سؤال هيجي في بالك هو الناس دي ما بتفهمش في التطوير ولا ايه؟ هما الأطراف دول محدش قال لهم ازاي ممكن يدور الكورنيش؟ فين الكباري؟ فين الكافيهات؟ فين المطاعم؟ فين الفنادق؟ فين الفلوس؟ ازاي ما عندهمش كل ده؟ فتتأكد على طول ان دي ناس ما بتفهمش في التطوير، وان احنا لازم ننقل لهم التجربة بتاعتنا، ننقل لهم التجربة المصرية عشان يتطوروا بنفس الطريقة اللي احنا اتطورنا بيها. لان حرام يفضلوا يا حرام كده مش متطورين ونشوف حاجات بالشكل ده. وهتحس أول ما تشوف المية كأنك كان ضيع لك عيل من زمان ولقيته، اللي هو إيه ده؟ مية؟ يا دين النبي، ده أنا كنت قربت أنسى شكلها. هو التطوير ما عداش من هنا ولا إيه؟ انا على كورنيش اسطنبول. بصوا البيوت اللي ورايا. وهتلاقي نفسك بتسأل نفسك بنفس ذات نفسك، هي فين القهاوي والكافيهات والكباري والأنفاق وأي حاجة يستروا بيها المية بدل ما هي استغفر الله العظيم عريانة كده؟ طب أسوار حديد يحبسوا المية، شوية حجارة، طب خرسانة، طب حتى يعملوا اسطنبول باي. تعالوا اوريكم الاجواء على كورنيش اسطنبول عشان تتاكدوا ان الاتراك دول ما بيفهموش في التطوير. دي ناس بتصطاد على كورنيش عادي كده، واحده قاعده قمر عادي كده، ودي بيوت بتطل على البحر عادي كده. دي ناس قاعده على كراسي موجوده عادي كده. انا نفسي اعيش في بيت زي ده مثلا. واحد بيلعب رياضه عادي كده، ده واحد بياكل عادي كده، ده واحد عامل زعرورة عادي كده، ده واحد بيسمع أغاني عادي كده، وده كورنيش حارتين من غير توسعة ومن غير دوشة ومن غير حاجة. وهتلاقي نفسك لا إراديا بتدور على مراجيح مولد النبي اللي عملوها على الكورنيش، فلما ما تلاقيهاش هتعيط أكتر. فلما تلاقي الشعب ماشي كده على كورنيش عادي جدا، محروم من التطوير والكافيهات والقهاوي والفنادق والكباري يا حرام، وشايف المية عادي كده من غير أي معاناة ولا حواجز ولا خرسانات، هتبتدي تحس بالحقد الدفين تجاه معدومين التطوير دول. كورنيش اسطنبول يرضيكوا فلوكة في المية، فلوكة الناس تركبها كده ما ينفعش. أوريكم قدر التسيب اللي موجود في الكورنيش في اسطنبول. ما عندهمش مراجيح مولد النبي، عمالة أدور عليها بقالي ساعتين مش لاقية. أهو ده واحد ماشي بالموتوسيكل على الكورنيش، شايفين التسيب؟ لا يا أحمد. وفي أحمد ماشي كمان على الكورنيش. وبعدين إيه الوسع ده كله؟ يعني في مساحة مهدرة، مساحة من الكورنيش مهدرة. يعني ليه الوسع ده كله مثلا؟ ليه ما حطوش حاجة في النص مثلا؟ في النص كده فشخة اللي رايح واللي جاي ليه؟ ولما تشوف درجة زرقان المية بالشكل ده هتسأل نفسك ليه ما ندهمش خبرتنا في عمل ألوان تانية للمية؟ ازاي مثلا يخلوها رمادي أو خضراء أو صفرة، عشان الملل زي ما انتوا عارفين بيبوظ العلاقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إيمان الأشراف، أشوفكم في حكايات جديدة.